تستعد فئة عريضة من الجماهير المغربية لمفاجأة البوسني وحيد حليلوزيتش مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم خلال المباراة التي تجمع أسود الأطلس بمنتخب جنوب أفريقيا الخميس المقبل لحساب الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أفريقيا. وحصل العربي الجديد على معلومات تؤكد أن فئة من جماهير المنتخب المغربي دعت الجماهير إلى مقاطعة هذه المواجهة احتجاجا على الأداء الباهت الذي ظهر وزملاء أشرف حكيمي في معظم مبارياتهم، آخرها الخسارة القاسية أمام منتخب أمريكا في اللقاء الودي الأخير. ووفقا للمعلومات نفسها فإن الحضور الجماهيري في مواجهة أسود الأطلس ومنتخب جنوب أفريقيا ربما لن يكون كبيرا في ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط بسبب عدم رضا المغاربة على منتخب بلادهم تحت قيادة مديره الفني وحيد حليلوزيتش الذي يسعى إلى تحقيق فوز مقنع على جنوب أفريقيا ليعيد بعض الثقة للاعبيه والشارع الرياضي، كما أن الجماهير الحاضرة ستحتج بقوة على المدرب البوسني. وخلفت خسارة المنتخب المغربي أمام نظيره الأمريكي في اللقاء الودي الأخير ردود فعل غاضبة من الجماهير المغربية التي عادت من جديد لتطالب بإقالة البوسني وحيد حليلوزيتش من منصبه مديرا فنيا للمنتخب الأول، وهو ما يعطي مواجهة جنوب أفريقيا أهمية كبيرة، إذ إن أي نتيجة غير الفوز ربما تعصف بقائد سفينة أسود الأطلس قبل أشهر من انطلاقة بطولة كأس العالم 2022. يذكر أن المنتخب المغربي يعرف بعض الغيابات في الوقت الحالي بداعي الإصابة، أبرزها سفيان بوفال ونصير مزراوي وريان مي، إضافة إلى الغياب المتواصل للاعب تشيلسي الإنكليزي حكيم زياش بسبب خلافه مع المدير الفني.